Vos vas a ser el mejor jugador del mundo. السلام عليكم واهلا بيكم في فيديو جديد. هنبتدي النهارده في حلقتنا الجديده في السلسله الجديده اللي انا قلت لكم عليها. هنبتدي ان احنا نتكلم عن قصه حياه اللاعبين من بدايتهم لحد ما وصلوا للعالميه والشهره. وطبعا القصص دي هتبقى مفيده جدا وهتعلم كل واحد بيتفرج عليا ان هو يقدر ازاي يعني من السيره الذاتيه من اللاعب اللي هو يقدر يمشي على الخطوات اللي هو مشي عليها عشان يقدر يوصل للعالميه لو هو مشي على نفس الخطوات بالظبط. اهم حاجه متنسوش لايك واشتراك في القناه لو انت جديد. هنتكلم النهارده عن قصه حياه اللاعب ليونيل ميسي. يلا بينا نروح نشوف. Oíme bien, vos vas a ser el mejor jugador del mundo. ابتدى ليونيل ميسي مسيرته في الكوره من هو عنده 11 سنه، وابتدى ان هو يلعب في نادي اسمه جريندو. النادي ده كان قريب من البيت من عنده، يعني اللي هو في المنطقه اللي هو ساكن فيها، وهو كان بيحب الكوره جدا جدا، وجدته كانت بتاخده عشان يتفرج على اخوه الكبير وهو بيلعب كوره. Abuela, ¿puedo jugar yo? ¿Querés jugar? Escuchame, acá mi nieto quiere jugar. ¿Qué sabes hacerlo? De todo. وشافوا المدرب وهو بيلعب كوره ونزلوا تقسيمه او ماتش، وفعلا ليونيل ميسي قدر ان هو يبهر الناس اللي كانت موجودين كلها بمهاراته وسرعته ولمسته للكوره الصح، وقدر ان هو يلفت كل الناس بشكله وبطريقه لعبه. Te pongo en banda, el lateral zurdo. Toma, la camiseta. Ponérsela y a jugar, Vamos, وفي سنة 1995 انتقل إلى نادي نيولز أولد بويز، وهو برضو كان نادي قريب منه، وقدر برضو إن هو يلعب فيه في خلال مثلا سنة أو سنتين، أنا مش عارف التاريخ بالظبط، بس هو برضو قدر إن هو يلعب فيه، وكان مستواه برضو كويس جدا جدا، وعمل شغل عالي جدا في الوقت ده. وكان المدرب بتاعه مبسوط منه جدا، وكان بيقول له انت يا ابني هيبقى ليك شأن كبير، وكان متحمس له وكان بيحبه جدا، لانه كان عنده ميزات اللاعب العالمي، ان هو بيقدر يراوغ وان هو بيقدر يمرقص ويقدر يلعب لاصحابه، وكان لعبه حلو، كان لعبه اللي هو يحمس الواحد انه يتفرج عليه ويحبه، فعشان كده المدرب كان بيحبه جدا. Vos vas a ser mejor que ellos. ¿Y sabes por qué? وفي الوقت ده الاطباء كانوا بيقولوا ان هو عنده نقص هرمونات النمو عنده. وفي الوقت ده حصلت الكارثه اللي هو ما كانش متوقعها ميسي، ان النادي اللي هو كان فيه رفض العلاج، لان كان العلاج غالي جدا، كان في حدود $20,000 في الوقت ده، كان يعني غالي جدا للاعب زي ميسي في وقتها، فما قدروش ان هم يصرفوا له العلاج وكده، فكانت ساعتها حالته النفسيه كانت تعبانه، وكان بيلعب في الشارع على ما اظن، وكان زعلان، يعني اللي هو كانت حالته النفسيه متدمره. وفي سنة 2000 سمع عنه ريكسنس المدير الفني لنادي برشلونة الأسباني وقتها، سمع عنه عن موهبته. كان ساعتها نادي برشلونة كان محتاج مجموعة من اللاعبين اللي هم اللاعبين الناشئة عشان كان بيكون فريق جامد، فلما سمع عنه فحب ان هو يشوفه ويجيبه ويعمل له حاجة زي تيست واختبار. فهنشوف بعد كده ايه اللي حصل فيما بعد. فابوه خده وراح على طول الى اسبانيا، عرضه على النادي وعمل التست والاختبار، والمدربين في برشلونة عجبوه جدا جدا، وقالوا اللاعب ده موهوب ولازم ناخده، واحنا هنحاول ان احنا نعالجه ونقدر ان احنا نعالجه بتكلفة العلاج. واستدعوا اهله ان هم ييجوا يعيشوا في اسبانيا، وان هم يتبنوا الولد يكون معاهم في الفريق. وفي يوم 14 ديسمبر كان اول توقيع لميسي مع برشلونة الاسباني، كان اول توقيع يوم 14 ديسمبر سنة 2000. ساعتها اول توقيع لميسي مع برشلونة كان من 20 سنة، يعني ميسي بقاله في برشلونة 20 سنة. واندمج برضو جدا مع فريق الشباب، وقدر ان هو يحرز اهداف، وقدر ان هو يلعب لعب كويس جدا، وبقى عنده شو، والناس حبته جدا في برشلونة، وحتى في نوادي كتير كانوا عايزين يشتروه وياخدوه، بس برضو النادي رفض، لحد لما طلع للفريق الاول ولعب. شوف ساعتها بقى لما لعب للفريق الاول ايه اللي حصل.
كان اول ظهور لميسي في الفريق الاول سنه 2004 2005 في الموسم ده، في موسم 2004 2005، وحقق ارقام قياسيه كبيره جدا بهداف الدوري الاسباني. حقق ان هو يبقى هداف الدوري الاسباني وهو لاعب صغير، واول مره يطلع من الناشئين الى الفيرست تيم. وطبعا بعد كده تم تكريمه، والتكريم الافضل ليه ان هم خدوا الدوري الاسباني ساعتها، وده كان ساعتها التكريم الافضل، ان هو احسن ما يتكرم لوحده، اتكرم مع الفريق كله. وطبعا ابتدى يتدرب مع الفريق الاول مع النجوم اللاعبين العالميين في الفريق الاول زي رونالدينيو وديكو وبيول. فاللعيبه دي لعيبه نجوم جدا بالنسبه لميسي في وقتها، فكان ساعتها بتاخده الثقه والحماس ان هو يلعب معاهم. وكان اللي بيساعده اكتر واحد كان بيساعده واقف جنبه هو رونالدينيو. رونالدينيو كان بيساعده كتير جدا عشان هو كان شايف ان هو لعيب موهوب ولاعيب يقدر ان هو يفيد، وكان شايف في المستقبل ان هو هيبقى حاجة عظيمة وحاجة كبيرة جدا 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 مع النادي، لان هو كان شايف التزامه وكان شايف شخصيته كانت عاملة ازاي في وقتها. وكان كمان رونالدينيو بيعتبره زي اخوه، ولما احرز الهدف الاول، لما حرز الهدف الاول شاله على ظهره، والصورة دي موجودة والناس كلها عارفاها. كل الناس اللي بتتابع برشلونة عارفة الصورة دي، صورة اول هدف لميسي مع برشلونة. كانت حاجة عظيمة بالنسبة له، يعني بالنسبة لرونالدينيو كمان لما شاله على ظهره فكان بيحبه جدا. يعني كان رونالدينيو برضو اللي اداله الدعم ان هو يقدر يكمل. فدي حاجه تبقى حلوه لما واحد مثلا يكون نجم في وقتها. يعني رونالدينيو كان في وقتها كان اللاعب السوبر اللي هو برشلونه، كان اللاعب عالمي. رونالدينيو في وقتها كان بياخد احسن لاعب في العالم، وكان واخد جوائز كتير برضو. فساعتها لما يديك الدافع ان انت بيديك يعني لما يحفزك ويديك الدافع ان انت تبقى لاعب كبير، فساعتها برضو دي تبقى حاجة جميلة تتحسب له وتقوي من عزيمة اللاعب ساعتها. فميسي استمر بالانطلاقة بتاعته لحد ما وصل للوقت اللي احنا فيه، وقدر ان هو يحقق العديد والعديد والعديد من الجوائز، وحقق جوائز كتيرة جدا جدا، وبقى من اعظم لاعبين العالم والناس كلها بتتكلم عليه. وحقق الشهرة عشان هو كان عنده عزيمة وصبر وايمان ان هو هيقدر ان هو يوصل للنجومية، يوصل للعالمية، يوصل لاحسن لاعب في العالم. مع انه كان عنده مشاكل كتير وقتها، بس قدر ان هو يحقق حاجات كتير جدا محدش وصل لها. كان نجوم كتير جدا معاه، بس هو عدى كل ده ووصل لدرجة عالية جدا جدا جدا. نتكلم دلوقتي عن الجوائز اللي خدها ميسي. اول جايزة كانت افضل لاعب في المنتخب الارجنتيني سنة 2005. 2005 كانت اول جايزة كان ياخدها ميسي، اللي هو من الجوائز الكبيرة. يعني اكيد انا معرفش هو خد وهو ناشئ وهو طفل، اكيد خد، بس الجوائز الكبيرة اللي هي بتعترف فيها اللي هي جايزة المنتخب، اللي هو افضل لاعب في المنتخب الارجنتيني سنة 2005. دي كانت اول سنة ياخد فيها جايزة. سنة 2009 خد بقى العديد من الجوائز، كانت بداية انطلاقته وبداية نجوميته سنة 2009، لانه يعتبر هو خد كل الجوائز، يعني مش كلها بس خد جوائز كتيرة جدا جدا. يعني خد احسن لاعب في العالم، خد برضو جايزة احسن لاعب في الارجنتين، خد مجموعة من الجوائز برضو كبيرة. يعني انا فاكر ان في الوقت ده ميسي كان واخد جوائز كتير جدا. بس كده ده كان ملخص حلقتنا النهارده، وعايزكم تنزلوا تحت تكتبوا في التعليقات عن اللاعب اللي جاي اللي انتوا عايزين نتكلم عنه. وطبعا انا هستمر برضو في سلسلة تعليم المهارات وتعليم الكورة وتعليم اللياقة البدنية، وهستمر معاكم برضو في التحديات. دي سلسلة جديدة هتنزل منها حلقة كل اسبوع، هنتكلم فيها عن مجموعة لاعبين كرة القدم كلهم. بس عايزكم برضو ما تنسوش تنزلوا تكتبوا في التعليقات تحت عن اللاعب اللي جاي اللي عايزين نتكلم عنه الاسبوع الجاي. تمام؟ ما تنسوش لايك سبسكرايب، ماشي؟ لو انت جديد عندي تعمل سبسكرايب، تفعل زر الاشعار عشان ما يفوتكش اي فيديو جديد. تمام؟ اشوفكم على خير باذن الله. السلام عليكم.